عن طريق اللاعب هيثم جويني الذي يسجل هدف ثاني في ثالث مباراة له إذن مع المنتخب التونسي، وسجل هدفين في مباراتي الذهاب والإياب مع المنتخب الليبي. مباراة إذن كانت سهلة على الورق، وهكذا منتخب تونس إذن يتأهل للمرة السادسة عشرة على التوالي إلى نهايات كأس إفريقيا للأمم. هذا هو الهدف الوحيد إذن الذي سجل، وكان وزنه من ذهب من المهاجم هيثم الجويني. رقم قياسي إذن للمنتخب التونسي بالتأهل للمرة السادسة عشرة على التوالي إلى إفريقيا. فاز مرة وننتظر الفوز الثاني إن شاء الله يكون في كوت ديفوار. إذن تونس في المركز الأول ب10 نقاط في هذه المجموعة العاشرة، غينيا الاستوائية ب9 على الورق. ليبيا هناك فرص في حال الفوز في مباراتين قد يتأهل كثاني هذه المجموعة. بوتسوانا خارج السرب 6 مرة على التوالي، شيء كبير ما شاء الله لتونس. مبروك المنتخبنا حقيقة هذا التأهل المستحق والأداء الأكثر من رائع على مستوى المباراتين ذهاب وإياب. انتصار مستحق حقيقة، وكنا قادرين أن نخرج المباراة بأكثر من هدف. اليوم لابد طموح المنتخب التونسي أن يكون يكبر، أن تكون الهدف نتاعنا هو الفوز بكأس افريقيا اللي غاب منذ فترة. لكن اليوم نتكلم عن منتخبنا اللي فات الشوط الثاني، أنا أعتقد أنه كان أفضل من الشوط الأول. لكن الغريب حقيقة اليوم هو إهدار الفرص بالنسبة لمنتخبنا اليوم كما كان في المباراة الأولى أيضا. لكن أوكي اليوم نتكلم اليوم الجويني الجزيري مش موجود اليوم. الجزيري أضاع كذلك فرصتين. اليوم فيه 6 فرص انفرادات سامحة للتسديد. فاليوم لما نتكلم على هذا المستوى يعني وتنفرد لاعب صغيري مع فرص، انا اعتقد حسب تقديري انه سهله. اكيد انه يمكن في المباراه جدا نعرف لاعب الرمضان اللي كان جيد حقيقه في المباراه، لكن فرص سهله المفروض تحسم المباراه هذه. لو عد المنتخب الليبي لا اصبح النقاط، هذه النقطه سوداء اذا في صفوف المنتخب التونسي. اكيد هذه من النقاط اللي لا يلام عدم تضييع الفرص. اليوم لا يلام المدرب، يلام لما الفريق لا يصل فرص. فاليوم الفرص موجودة. وهنا نحدد اللاعبين. لاعب اليوم الجزيري مع الخبرة التي لديه، لا هنا تتعامل معه بشكل افضل. فاهدر الفرصة هذه حتى هو الذي يصدق. في فرصة اسهل من هذه كذلك. فالاشكال الكبير اليوم على المدرب ان يجد الحل والعمل مع المهاجمين. يمكن سنشاهد يمكن في المستقبل مهاجمين ثانيين انه يجد الحل على مستوى تسليم الفرص. هذا اشكال كبير. اليوم تعطيك فرصه تسجل اقل شيء مباراه اليوم في 6 فرص معناها مواجهه للمرمى. لاحظ هذه الفرصه الجزيري، فهذا الحقيقه انه غير مسموح. البحث اذا على راس حربه كلاسيكي. لا اريد ان اظلم لانه الجزيري قام بمستوى وارتفع مستواه، وهو اليوم يلعب في المباراه الاولى ايضا كان يلعب في رخاء كبير. اذا كان مستواه اليوم يبقى بهذا اكيد سيحسن من نفسه وسيشعر بمسؤوليته. الجويني اليوم سجل هدف، يبغى يسجل هدفين. لكن نتكلم اجمالا بالرمضان، نتكلم على راس حربه في حد ذاته، ونتكلم على اللاعبين ككل. بالرمضان كان لديه فرصه المهاجمين مع الكبار. نعم. طبعا يحسب المدرب الان هو تأهل بالمنتخب التونسي الى بطولة كأس افريقيا للأمم في كوت ديفوار مهما كان اداء المنتخب، وان كان الاداء كان ممتاز، اهداف كثيرة شاهدناها. والمنتخب التونسي افضل دفاع من بين افضل الدفاعات، لا يتلقى اهداف. لا اكيد اول شيء مبروك للمنتخب التونسي، وهارد لك للمنتخب الليبي والشعب الليبي. نظن انه المنتخب التونسي في تحسن ملحوظ حتى بعد يعني طوي صفحة كأس العالم، هو في تحسن، فيه اشياء جيدة، دفاع قوي، قوة المنتخب في وسط الميدان في تحسن. صحيح فيه توازن ما بين الخطوط، عنده يعني تغييرات المدرب ايضا دكة قوية. التوازن. لا تغييرات شفناها في المباراة الأولى ولا حتى في المباراة هذه، يعني حتى ثبات نظن حتى خيارات تشكيلة في المباراة الأولى وخيارات اليوم. يعني اليوم عندك دكة تقدر تستعين بها، عندك لاعبين، فيه لاعبين شبان، فيه لاعبين كبار في السن، عندك لاعبين ممكن تقوم بعملية تدوير. في مباراة اليوم لعب بخط هجوم مغاير بالنسبة للمباراة الأولى.
في غياب ساكن الفريق مساكني، يعني عندك حلول صحيح. ممكن النقطة أو النقطة السوداء في المباراتين أنا نظن تضييع عدد كبير كم من الفرص تقريبا في المباراة الأولى والثانية. صحيح الجزائري تكلم عليها جزيري حاتم جزيري، نظن عنده الفرص، يصنع، يتحرك، يضغط، يطلب له الكرة، يمشي المنطقة، ولكن اللمسة الأخيرة لازم يشتغل عليها كثير. لو هذا اللاعب اشتغل على هذه اللمسة الأخيرة وحسن نفسه وحسن طريقته خاصة في إنهاء الفرص، ممكن يكون رأس حربة الحقيقي. يطور نفسه تعمل على نفسك في التدريبات، في المباراة هذه، في المباراة عندما تتيح لك الفرص تدخل 10 دقائق صنع فرص حقيقية وجها لوجه، خصوصا أنه يلعب في دوري أيضا ليس بالمتواضع، يلعب في مصر، يلعب في الزمالك، لا يلعب أيضا في بطولة إفريقيا الأندية، يعني يوصل إلى عالي. يلعب في الزمالك. لو كان هذا اللاعب شاب نقول ممكن مع الوقت يطور نفسه ويتطور تدريجيا. حتى عيد الجويني ليس شاب، هو لاعب 29 سنة حتى الجويني 29 سنة. لا يوجد في الكرة، لا يوجد لاعب حتى على الحرب. لا لاحظ أي لاعب قادر للتطور. فاليوم هو إذا يستطيع أن يطور نفسه من ناحية التسجيل سيشهد حتى مع نادي الزمالك. فاليوم فريقه في حاجة لتسجيل هدف، هو يسجل هدف لكن ليس بالقدر الكافي. اليوم لما نتكلم على المنتخب التونسي دفاعيا منظم، وسط ميدان ممتاز، حنا بقى الحقيقة مع اليوم هذا اللاعب تحسن بشكل كبير ولا زال يتحسن، ولاعب أكيد دايما موجود. نعم. حامل الكرة دايما يطلب الكرة تمريره، حتى تمريرته في الشوط الأول في رمضان وجه لوجه، في الشوط الثاني للسخيري الذي انفرد بالحارس. لا حتى فرص لليبيا هي هذه التسديدة الوحيدة بالمؤثرة اللي تألق فيها دحمان. نعم. لاحظ اليوم يمكن دحمان لم تشاهد تسديدات على المرمى، هذه التسديدة يمكن الوحيدة اللي كانت على المرمى اللي كان موجود، كما كان في مباراة الذهاب. نعم. مباراة الذهاب في 1-0 كانت في هو يتطور، هو يتحسن. دحمان لا يزال امامه الكثير لكي يصل الى المستوى العالي، ولكن هو من افضل الحراس، افضل حارس موجود عندنا في الدوري التونسي، او كافضل حارس تونسي في جيله، فهو قادر ان يصبح افضل. لكن اليوم في منتخب التونس بعض الاحيان مباراه لا تاتيك اي تسديده واحده. نعم. فلا بد ان تكون جاهز. نعم. لابد ان تكون جاهز، معناها انك لازم ان تستقر في المرمى انت وتكون مركز كل المباراه. كم مباراه 100 دقيقه 90 دقيقه لابد ان تكون جاهز. وهذه صعبه كابتن، صعبه. الحارس لازم يعيش المباراه حتى ولو فريقه مسيطر، حتى ولو عنده الفرص يبقى دائما مركز. تركيز الحارس ما بين الافضليه ما بين حراس اخرين، لان مثل ما قلت لكن عندما لا تختبر في بعض الحين تخرج من المباراه. هذا هو المهم، هذا الحارس لابد ان يكون مركز في المباراه، تعيش المباراه، اطوار المباراه في بعض الاحيان حتى ولو انت مسيطر على الجهه على الخصم، في حراس يبقوا يتحركوا يعني على الخط ويتحركوا لكي يبقى داخل المباراة. ولكن اليوم صحيح نقول المنتخب التونسي يسيطر على المباراة، عرف يسير المباراة كيف محاولتين فقط إذا على المرمى بالنسبة للمنتخب الليبي، يعني وهذا شيء قليل جدا، وهذا بالنسبة للمنتخب يريد أن يفوز بالمباراة. الأخضر فرق شاسع في المستوى، فرق شاسع ما بين جودة اللاعبين، فرق شاسع أيضا تكتيكيا بدنيا في الدوري التونسي والدوري الليبي. أكيد الخبرة لدى بعض اللاعبين، خبرة تصنع لك الفارق. مشاركة في كأس العالم، شوف وسط ميدان ليبيا ووسط ميدان تونس. نتكلم على ثلاثي عمل كل شيء اليوم. حنابال كان يهاجم ويدافع، كان يصنع تفوق. لكن اليوم المدرب لا المدرب قدم لنا التشكيله المثاليه، هذا ما لديه. المدرب لعب على امكانيات. حتى التغييرات لو شاهدنا حتى التغييرات اللي قام بها، عمل اللي عنده يعني بالامكانيات الموجوده باللاعبين الموجودين. عندما تتكلم يعني عن اللاعبين اللي دخلوا اعطاه يعني فرصه للاعبين، تكلمنا دخل تاجوري على الجهه اليمنى، دخل عمر الغنيمي، دخل الخوجه، دخل سلامه، يعني هذو اللاعبين اعطاه، لعب على حساب امكانيات دوري صحيح. رجع في الآونة الأخيرة يلزم
لك وقت، يلزم لك تحضر، يلزم لك اكاديميات، يلزم لك امور كثيره. الامل لا زال قائم كابتن، يعني انت بس صعب والله صعب، لكن ليس مستحيلا. ليس مستحيل. كل شيء ممكن. في كرة قدم ليس هناك مستحيل، ولكن راح تكون مهمتهم صعبه مهمة. عندما ما تفوز على ارضيه ميدانك، والمباراه القادمه ممكن تكون اخر مباراه، اخر يجب ان تفوز وتسجل اهداف كثيره ايضا. لأن الفرق في الأخير في اليوم المنتخب الليبي أمام يمكن مأمورية تكاد تكون صعبة مع الظروف التي شاهدناها فيه. نعم. وكذلك إمكانياته على المستوى البدني، واضح أن الفريق لا يزال بدنيا يعاني وهش، وقادر أن تتعامل معه لما تمر معنا. على المستوى الذهني ليس بالمنتخب القوي ذهنيا، واضح أن المنتخب مثلا يواجه المنتخب 3 شهور ممكن يتحضر الفريق بدنيا. نعم، احنا نتكلم على فرضيات. يعني لا يزال منطقيا أن المنتخب التونسي يفوز في مبارياته القادمة، يمنح أكيد الأمل. ما دام الأمل قائم لابد ان يتشبث به المنتخب الليبي، لكن اليوم اكيد حسابيا لا يزال قائم، وفرصه لديه، ولا بد لاعبيه ان يكونوا في مستوى جيد وان يتجنبوا الاصابات كي يكون المنتخب قادر ان يتخطى بعض الصعوبات. لكن اليوم منتخب تونسي كان غايبين عليه للركائز الاساسيه. نعم. لكن لم نشعر بالغيابات. اليوم على المستوى الدفاع غاب الطالبي، لاعب الغندري تعرض لاصابه، يدخل الغرام. لاعب النادي الشرقي، لاعب صغير السن وكان في المنتخب الاولمبي، والنجم الاول اكيد. لما اليوم ساكني دخل النجم الاول، لما دخل معنا اليوم قدم اضافه. لما نتكلموا على بعض المساكني اللي هو نجم في المنتخب الاول، احد يشك في هذا قيمته الفنيه، لكن غاب لاسباب صحيه. فاليوم شاهدنا انه المنتخب اكيد على المستوى الفني جاهز، وانه المدرب يجد الحلول. واليوم لابد انه شيء انا اريد بعض الاحيان ان نعطي حق المدرب. نعم. لانه هذا المنتخب من مباراه الى مباراه يكبر مع المشاكل التي نعانيها. هل هذا هو الاختبار الحقيقي؟ لا نتكلم على الاختبار حقيقي. فاليوم لاحظ انت لما فزنا على فرنسا قالوا ان المنتخب واجه المنتخب الثاني. حتى المنتخب الثاني فرنسا قوي قادر ان يفوز كاس العالم. طبعا حتى المنتخب الثاني لو تعطيني تشكيله منتخب فرنسا يلعبوا في انديه كبيره. نعم. فاليوم لابد ان لا نقلل من شان المدرب ومن شان ما قام به الى غايه الان. احنا طموحنا ان نذهب الى الدور الثاني، لم نحققه. اوكي، لم نحقق في كاس العالم. اليوم في كاس افريقيا طموحنا الفوز بكاس افريقيا. هل لدينا بعض النجوم اللي قادرين نقنعهم. في مهاجم اليوم تونسي الشرميتي يلعب هو في سبورتينغ في البرتغال، لكن لم نستطع اقناعه الى غايه 18 سنه قادر، لانه لما نتكلم عن اللاعبين كلهم 30 29 سنه، هذا اللاعب 18 سنه. نعم. لو يقبل ان يمثل المنتخب التونسي يمكن هذا يعود الاتحاد. اي واحد عمل الاتحاد. هذا عمل الاتحاد. اتمنى كما نجح العديد من الاتحادات، وهنا لابد ان نستعمل لاعبين التي لديهم على تجربه الجزائر والمغرب والمجلب لاعبين، فلابد ان نستغل هذا الجانب اللي قادرين ان يقدموا اضافه للمنتخب التونسي. لانه واضح اليوم المشكل باين للعيان، نصنع الفرص لكن نضيع العديد من الفرص. دعونا نذهب الى المدرب الذي بدا يكبر ايضا مع كبر المنتخب اذا التونسي بتاهله للمره 16 على التوالي، يعودها للمره 1000، وهذا رقم كبير جدا. جلال قادري اذا ماذا يقول بعد هذا الفوز والتاهل في المؤتمر الصحفي هنالك في بنغازي؟ الحمد لله، انتصار صعب في ملعب صعب ضد منافس كيف ما سبق وقلت من مباراة الذهاب، منافس صعب، منافس محترم، وقت يلعب على حقيقة إمكانياته، قادر باش يحط أي فريق في وضعية صعيبة خاصة من الناحية الهجومية. اليوم المنتخب التونسي قدم مباراة يمكن فنيا مش في مستوى كبير، لكن تكتيكيا على مستوى عالي جدا. عرفنا كيفاش نتعاملوا مع مجريات المقابلة. دخلنا في بداية المباراة حبينا نضغطوا المنتخب الليبي، نعرفوا اللي باش يبدا بقوة، ما خليناش هو ياخذ زمام الأمور، وهذا اللي نجحنا فيه. كما صار في مباراة الذهاب قدمنا في النتيجة، الشيء اللي أعطانا ثقة، تحكمنا في المباراة. إذا ممكن شيء لازمني نحكي عليه وكل صراحة ولا يقلق شوية على نعرف في مباريات بالطريقة هذه. كما صار في مباراة الذهاب قدمنا 2-0 ولينا أكثر راحة. المباريات هذوما خاصة تلعب خارج أرضك في ملعب بالصعوبة هذه، ما كانش مسموح لنا باش نضيعوا الكم هذا من الفرص. كانت انفرادات صريحة. مرة أخرى بقدر ما كنا منظمين دفاعيا
المنتخب التونسي يأكد القيمة الفنية، قيمة المجموعة خاصة من ناحية التنظيم الدفاعي. اليوم والحمد لله لرابع مباراة في الدورة هذه، يظل المنتخب الوحيد في القارة الأفريقية اللي في الدورة هذه في الفاز الإليميناتوار اللي ما قبلش حتى هدف. نأكدوا القيمة كيف ما قلت الفنية، لكن على المستوى الهجومي ينتظرنا برشا عمل، لازمنا نكونوا أكثر فاعلية في تجسيم الفرص هذه، على خاطر اليوم صعبنا المباراة. مرة أخرى نشكر اللاعبين اللي هم اللي قاموا بمجهودات كبيرة، قمنا بتغييرات اللي أعطتنا توازن. خبرة بعض اللاعبين هي اللي